السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله رجعنا لكم يعني بعد غياب كده في فيديو بسيط جدا وسهل، يا رب يعجبكم. طبعا انا هنا كان عندي فلفل احمر وفلفل اخضر، بما ان بقى طبعا اليومين دول اوان الفلفل الاحمر، فحبيت اعمل معاكم طريقة للشطيطة يعني او تخزين الفلفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير ما نحطه على النار. طبعا انا هنا جبت معايا ده توم. طبعا ده كان توم قديم اصلا عندي، يعني قلت بقى اقشر منه كده على اعتبار ان الجديد قرب يطلع. وجبت معايا كزبرة ناشفة وخل، وده طبعا الفلفل اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. طبعا انا جايبه الفلفل هنا معايا، هشتغل على نوعين فلفل، فلفل احمر وفلفل اخضر. والفلفل الاحمر انا جايبه منه بارد وجايبه حامي، طبعا على حسب بقى ما تختاري براحتك يعني زي ما بتحبي. انا حبيت ان انا اعمل كذا نوع يعني من الفلفل، بارد او حامي، يعني لاكلات معينه يعني. فطبعا اول حاجه غسلت الفلفل وسبته ان هو يتصفى، وبعد كده بقى هبدا ان انا اقطع الفلفل وهطلع منه البذر اللي موجود فيه. بس طبعا يفضل انتي ما تغلطيش غلطتي، لان انا لما جيت اعمل الفلفل طبعا المفروض كنت ابقى لابسه جوانتي. انا للاسف يعني نسيت، وطبعا كان الفلفل الحامي بهدل ايدي بصراحه. بس عودي نفسك لما تيجي تشتغلي ان شاء الله يعني بعد كده يبقى البسي جوانتي في ايديكي. طبعا انا هنا زي ما انتم شايفين اهو بدأت ان انا اقطع الفلفل قطع صغيرة، علشان طبعا انا هضرب الفلفل في الكبة، فمش عايزة يعني اسيبه بحاله وياخد معايا وقت في يعني في الفرم. فانتي لما بتقطعيه كده بشكل عشوائي بيسهل عليكي الطحن بتاعه في الكبة. طبعا هنا قطعت الاول الفلفل الرومي البارد، قطعت الاول الكمية كلها اللي معايا، وهبدأ بعد كده ان انا اقطع بقى الفلفل الحامي. طبعا انا مش هعملهم على بعض، انا هعمل كل واحد لوحده في الكبة. هنا بقى طبعا بنبدأ طبعا ان احنا نقطع الفلفل او الشطة الحراقة، طبعا بنقطعها بشكل عشوائي. طبعا يفضل ان انتي تشيلي البذر منها. في ناس بيخلوا البذر، بس انا مش بحب، يعني بيبقى مش حلو لما بتيجي تحطي منه في الاكل وكده. فيفضل يعني ان انتي تفتحيه وتشيلي البذر منه. علشان كده قلت ان انتي لازم، يعني لازم المفروض نكون لابسين جوانتي بالذات في المرحلة دي، علشان بيبقى حامي قوي، خصوصا الفلفل الاحمر ده. هبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين ان انا اقطع الفلفل، وهبدأ بقى اجهز كل تقطيع الفلفل كده كله مرة واحدة، وبعد كده بقى هبدأ ان انا اخد يعني كل نوع لوحده واضربه بقى في الكبة. طبعا احنا بقالنا كتير جدا مش بنصور فيديوهات، برضو يعني لظروف يعني كانت خاصة عندنا يعني وكده، ما كنتش فاضية خالص بصراحة ان أنا اصور ولا اعمل حاجة. ف يعني حبيت يعني ان انا لما جيت اخزن الفلفل، دي مش اول مرة انا مخزنة فلفل قبل كده، يعني انا عاملة الطريقة دي مرة قبل كده وما كنتش صورتها. بس جيت بقى لما جبت منه تاني وحبيت ان انا يعني اعمله واجربه مرة كمان. حبيت ان انا يعني اشارككم معايا الفكرة وكده. طبعا دي على فكرة طريقة سهلة جدا للفلفل ده، مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقايق، ومش هيحتاج خالص ان انت تحطيه على النار ولا تحتاج ان انت تسلقيه. لا خالص، احنا هنعمل الفلفل كله على البارد، وهقولك برضو طريقة حفظه ازاي. هنا بقى طبعا انا كنت خلاص قطعت الشطة دي، الشطة الحامية قطعتها كلها، في بقى البعض يعني ما كانش فيه بذر قوي فسيبته كده ما فتحتوش. وهنا برضو كنت قطعت الفلفل الاخضر برضو كله قطع كده عشوائية، وده الفلفل البارد معايا. هنا بقى زي ما قلت لكم المكونات اللي هستخدمها، هستخدم خل وهستخدم توم وهستخدم كزبرة. وطبعا يفضل برضو لو في عندك كمون يبقى حلو جدا. بس انا الكمون اللي عندي كان صحيح، يعني ما كانش مطحون، كان حصى. فاكتشفت الموضوع ده بعد ما بدأت تصوير، فكسلت بصراحة ان انا يعني احط. هنا طبعا جبت الكبة الاول وحطيت فيها كل كمية الشطة الخضراء، وهحط فيها مثلا نص كمية التوم اللي معايا. طبعا التوم ده كله ما كفاش، انا جبت توم تاني، انا اصلا ببقى التوم لما بيقرب يفضى بقشره كله واحطه في التلاجة واستخدم منه. هنا بقى حطيت معلقة كزبرة،
وهبدأ بقى طبعا ان انا انزل بمعلقة سكر، طبعا دي اللي هي بتحفظ الفلفل، علشان هو طبعا لما يقعد في التلاجة ما يبص مننا، فدي مهمة جدا. وهنا حوالي بتاع ربع كوباية خل بالظبط، ولو حابة تقللي عن كده مفيش مشكلة. انا هنا يعني يعتبر ايه، طلع الفلفل سايل معايا شوية، فجاب مية يعني بمعنى اصح، فيفضل تقللي الخل، يعني ما تحطيش الكمية اللي انا حطيتها. هنا بقى طبعا هنا طحنت الفلفل الاخضر الاول، على فكرة بيبقى جميل جدا الفلفل الاخضر ده، وبينفع في اكلات كتيرة، يبقى سهل وجاهز معاكي، بيبقى فيه توم وكل حاجة، بيدي طعم حلو للاكل يعني. هنا بقى طبعا فضيته في علبة وحطيت على وشه زيت، ودي اهم مرحلة. ولما تيجي تحفظيه يفضل ان انت تحطيه في الفريزر، ما تحطهوش في التلاجة، حطيه في الفريزر، وقبل ما تستخدميه طلعيه. هو بيفك على طول، هتاخدي منه الكمية اللي انت عايزاها، وبعد كده تدخليه الفريزر تاني. او ممكن تحطيه يعني العلبة اللي انت هتستخدميها تحطيها في الحافظة بتاعة الفريزر، ما تبقاش يعني في التلاجة من تحت وكده. وما تسيبيهوش طبعا بره التلاجة فترة طويلة، لان طبعا انت عارفة الحاجات دي ما بتبقاش ليها روح، وبالذات في الصيف بتبوظ بسرعة. فيفضل يبقى في قلب الفريزر كده في مكان قريب، وكل ما تعوزي تاخدي منه اللي انت عايزاه وتدخليه الفريزر تاني. هنا بقى طبعا خدت كمية الفلفل التانية، وهعمل زي ما عملت المرة الأولانية بالظبط. هحط الفلفل على شوية توم، وبعد كده هحط معاهم معلقة الكزبرة، وأهم شيء طبعا معلقة السكر عشان دي اللي بتحفظه. هنا بقى طبعا أنا حطيت حبة خل أقل من اللي حطيتهم المرة اللي فاتت، علشان ما عملتش حساب ان الفلفل ممكن ينزل مية. هنا بقى بصي طلع اهو الفلفل، هنا بقى كان مفهوش مية زي اللي حصل يعني معايا في اول مرة. هبدأ بقى، ده يعتبر الفلفل البارد، هحطه بقى طبعا هنا. هو يعني خد اللي هو العلبة دي، واتبقى حبة هحطهم على الفلفل الحامي، لان بقى حبة صغيرين فما كانوش مستاهلين ان انا احطهم في علبة يعني، فقلت خلاص هضيفهم على اهو، دول الحبة اللي اتبقوا هضيفهم على الفلفل الحامي اللي انا هفرمه. هنزل بقى هنا بقيت التوم، كمية التوم، وهنزل بقى بحبة الكزبرة اللي باقيين، وبرضو نفس اللي عملناه في المرة الأولى هنعمله في المرة دي. عايزة اقولك الفلفل ده بيبقى طعمه تحفة، يعني افضل كمان لما بتغليه على النار، او لما بترجعي ان انت ايه يعني تشوحيه على النار كده بعد ما تطحنيه، بيبقى طعمه حلو جدا، وبالذات في المكرونات والمحاشي بيدي نكهة حلوة جدا للاكل. بس اهم شيء زي ما قلتلك ان انت تحطي فيه معلقة سكر، وتحطي على وشه زيت، واهم شيء ان هو يتحط في الفريزر، علشان تضمني ان هو ما يعني يقعد معاكي فترة طويلة، ولما تطلعيه تاخدي منه وتشيليه على طول. وده بقى طبعا كان الشكل النهائي لتخزين الفلفل اهو. دي طريقة سهلة جدا وبسيطة وعملية. اتمنى الفيديو لو عجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديوهات جديدة قريب بإذن الله.